هي كانت مرتبطة دايمًا بتحصل الحكاية دي في أعقاب تحرير سعر الصرف. تحرير سعر الصرف. ليه؟ آه. لإن بيحصل هبوط شديد جدًا وأنا ما آه. بابقاش قادر أحافظ على أو الinflation targeting أو أسلوب السياسة النقدية اللي هو البنك المركزي بقى، آه. أسلوبه في إن هو يستهدف التضخم كان بيبقى يعني less effective يعني أقل فاعلية. فكان بيحصل إن أنا بعد هذه الصدمة التضخم كان وصل عندي في التعويمات الأخيرة كان وصل 38%. 38% يعني سعر السلعة سنة لسنة بتزيد 38% في المتوسط، خلي بالك ده في المتوسط. جدًا. لأ وده المتوسط، خدي بالك 38% دي معناها إن في سلع زادت 100% حصل. و200%. طبعًا. وفي المتوسط كله على بعضه المحفظة وفعلًا سلة الغذاء أو مجموعة الغذاء كانت بتزيد فوق ال90% وفوق ال100%. صحيح. سلة السكن، الخدمات اللي معنية بجيب المواطن زادت بنسب كبيرة جدًا. طب لما النهارده وصلت ل11% أو 12% ما زالت سلة الغذاء عالية شوية لكن برضه مش زي الأول. لأ مش زي الأول حقيقة ده يعني. معناها إيه؟ وتيرة خدي بالك وتيرة زيادة الأسعار بقت أبطأ. صحيح. لكن عشان الأسعار تنزل في المتوسط يعني معناها إن أنا مش عايز inflation، ده أنا عايز حاجة اسمها deflation. هو يعني ده إيه؟ ممكن يعني يحصل التضخم بالمناسبة. بالنقص. طبعًا في بلاد التضخم فيها بالنقص. يعني دايمًا كنت نسمع الخبراء الاقتصاد يقولوا ما فيش حاجة اسمها إن السلعة بعد ما بتغلى إنها ترخص تاني. هل ده متاح اقتصاديًا أو علميًا؟ ده ممكن يطبق؟ لأ ما هو لما الوتيرة تنزل من 38% ل11% في سلع في النص نزلت. يعني في سلع إحنا عارفين إن السلع اللي هي لا اللي نزلت. بتبقى dynamic في شوية. سلع نزلت، أسعار العربيات نزلت مثلًا أكيد. بشكل كبير جدًا، مش كان في تخفيضات نزلت، أسعار بالضبط. بتنزل، السيارات نزلت بشكل كبير في الفترة الأخيرة. لكن إحنا بنقول في المتوسط عشان المتوسط العام كله يعمل حاجة اسمها inflation rate بالنيجاتيف بالناقص، ده معناها إن معظم السلع تكون بتنزل، مش بتطلع بوتيرة بطيئة، لأ بتنزل. فده ما بيحصلش بشكل كبير. لكن إحنا بنعمل إيه بقى؟ بنحاول نخلي إن إحنا نوصل للتضخم المستهدف. البنك المركزي عنده هدف للتضخم. لأن إحنا دولة نامية، إحنا بننمو. أنت ما تقدرش تقول أنا عايز التضخم بتاعي يبقى 2% زي أمريكا. أمريكا ولو انها بتنمو دلوقتي استثنائيا، لكن في الطبيعي ان امريكا دوله زي امريكا ديفلوبد اوريدي، دوله اوريدي وصلت لمرحله من النمو المتكامل انها بتنمو ببطء. دول اوروبا معظمها كده بتنمو ببطء، لكن دول الناميه اللي زي حالتنا محتاج يطلع ل 7% في السنه 8% في السنه ويحافظ عليها فتره طويله. ده اللي مش عارفين نعمله. طبعا عشان النمو ده بيصاحب بايه؟ لازم يصاحب الى حد كبير بانفليشن، لازم بشكل او باخر. فانا لازم يبقى عندي تضخم، بس تضخمي مستهدف فين؟ 7 زائد او ناقص 2، يعني بين ال 5% وال 9%. هل انا قربت له دلوقتي؟ انا النهارده عند ال11 عند ال12 بالنسبه للتضخم العام، يبقى انا قريب كويسه يعني مبدئيا قربت منها يعني. بالظبط. طيب سعر الصرف في الدوله ده بيعكس ايه؟ سعر الصرف بيعكس علاقة الدولة بالعالم الخارجي كمصدر ومستورد، كمستقبل لتدفقات رؤوس أموال وكمصدر لتدفقات رؤوس أموال. بيعكس الميزان الخارجي، ميزان الدولة الخارجي. عشان يبقى عندي سعر صرف قوي لازم يكون عندي ميزان تجارة قوي، مش هقول حتى ميزان معاملات جارية اللي هو شامل كمان التجارة في الخدمات، لأن الخدمات بطبيعتها متقلبة. حد يضرب بس يعني حاجه كده رصاصه في قناه جنب قناه السويس، الحوثيين يعملوا هجمه يوقف لي ايرادات قناه السويس، تنزل 70% في سنه واحده ايرادات، صح ولا لا؟ في ربع في فصل من الفصول. فعشان كده بنسميه اقتصاد ريعي. لكن لما يبقى اقتصاد انتاجي هيبقى عندي الميزان السلعي مش الخدم، مش شاملا للخدم، الميزان السلعي محقق فائض او على الاقل مش محقق عجز. هيبقى عندي عمله اكيد اقوى بكل تاكيد. وهو ده اللي انا ببص عليه بقى في الاجل الطويل، ده اللي لازم اعمله في الاقتصاد الحقيقي عشان عمليتي تبقى قويه. مش هقعد ابص كل يوم في الجرايد، مش في الجرايد، على النت، هو الدولار النهارده الساعه 12 بقى بكام، هو الساعه 2 بقى بكام. طول ما انا بعمل كده ده واضح ان انا هش جدا، ده ضعف طبعا في الاقتصاد. فبالتالي انا بامن اقتصادي بدوله تانية او بسعر صرف عمله تانية. لا يعني انا عايز اوضحها بشكل مختلف. يعني انا لما اقول الدولار، هي الناس فاكره ان المشكله في الدولار، عشان كده يقول لك ايه، ما تيجي نتعامل بالين، ما تيجي نتعامل باليورو. انت اي عمله هتعامل معاها، العمله الصعبه اللي بنسميها هارد كارنسي هيبقى عندك فيها مشكله طول ما انت صافي مستورد. ما احنا صافي مستورد تقريبا مع كل شركاء التجاره، صح ولا لا؟ فده معناها ان انت او مع معظمهم يعني، فده معناها ان انت هتظل دايما في الجنيه بتاعك اضعف من العمله الاجنبيه. طب انا لماذا اريد الدولار؟ هل انا بريد الدولار عشان اخزن فيه قيمه؟ بعض الناس بتعمل كده، لكن انا في الطبيعي محتاجه، الدوله كلها محتاجاه عشان تعمل حاجتين: تستورد السلع. وللاسف انا وارداتي غير مرنه. يعني ايه غير مرنه؟ ما اقدرش اقول مثلا بكره هوقف الواردات، لان انا بستورد اكل وشرب، حاجات مهمه اساسيه، حاجات حيويه، مدخلات انتاج. يعني ما اقدرش انتج لو وقفت الاستيراد. فانا بستورد وبسدد ديون قديمه بالدولار. انا عندي دين خارجي وصل ل 161 مليار دولار، هسدده ازاي؟ هسدده بالجنيه المصري؟
لو شغلت المطبعه للصبح مش هتطلع حاجه. لكن الدين الداخلي 11 تريليون 14 تريليون في مقوله في روايه اخرى، احنا لسه عايزين نعرف الرقم الاساسي الحقيقي يعني. لكن ايا كان الدين الداخلي يوم ما هتتزنق الدوله هتطبع بنك نوت وهتسدده. صحيح ده سداد تضخمي او اسلوب تضخمي صحيح. اكتر، هيزود الاسعار اكتر بشكل كبير جدا، لكن في النهايه هعرف اسدد. لكن الدولار ما اقدرش اطبعه، لازم اصدر عشان يخش لي، لازم استقبل دولارات جايه في صفقات كبيره عشان يخش لي. وصفقات من اي نوع بقى، مش في قطاعات من النوع اللي هي يعني اضرب واجري، احنا عايزين القطاعات اللي هي فيها انتاج وفيها فرص عمل. حضرتك دايما كنت بتتكلم من بدايه الكلام ان احنا مستوردين. صح. ايه العقبات اللي امام الدوله ان هي تبقى دوله مصدره، او اننا نبدا ننتج ونصدر؟ حضرتك جاوبتي لازم انتج الاول قبل ما اصدر. يبقى انا مشكلتي في الانتاج، ضعف الانتاج ده تاني ده اللي فيه ايه، ده او يعني معتمد على ايه؟ معتمد على التمويل. احنا قلنا عندنا فجوه تمويل، عنصر بشري ما عندناش اكتر منه كمان، ومعتمد على فجوه، وفي فجوه استثمار. طب ليه في فجوه استثمار؟ برضو باختصار شديد، يعني ايه فجوه استثمار؟ الاستثمار ده الوجه الاخر للادخار. الادخار ده جزء من الدخل اللي الناس ما بتصرفوش. خلاص انا عندي ادخار محلي قد ايه؟ كله بتاع كل المدخرات 6 ل 8% من الناتج المحلي الاجمالي. ده قليل جدا، انا عايزها توصل. فده لما يتحول كله لاستثمار، وده ما بيحصلش، لان هو في الاخر بيروح معظمه بيروح ليه؟ لان دي الودائع اللي في البنوك، فمعظمها بيسلف الحكومه. ما هي البنوك بتختتب في الدين العام، فاذا ما بيروحش حتى في الاستثمار. يبقى انا عندي فجوه استثمار كبيره جدا، مش بس الفرق بين ال 20% اللي انا عايز اوصل لها استثمار وبين ال 8%، لا ده انا اعتبر ان 20% كلهم فجوه. هيجي لي منين؟ لازم يجي لي من بره. فانا لازم اجذب من بره استثمارات، لازم ما يبقاش عندي فجوه في التمويل بشكل كبير ومعجز عشان اقدر ان انا انتج كويس. عايز عندي طاقه. خلي بالك احنا برضو لازم نصارح الناس، احنا عندنا فقر طاقي، يعني نصيب الفرد من الطاقه قليل. احنا مش من الدول اللي عندها فقر تضرب الارض تطلع بترول. حتى بعد حقل الظهر وبعد الاكتشافات الخاصه بالشرق المتوسط والتفاصيل دي. طبعا ده في الفتره الاخيره من اول 2021 الانتاج قل جدا. بس قل الاسباب طبعا احنا فاهمينها، كان معظمها مرتبط بشح العمله، والشركات الاجنبيه ما بتاخدش مستحقاتها فبطلت انها تحفر. لكن النهارده لما هتنقب وتحفر احنا بالكاد نقدر نعمل فائض قابل بالكاد. لكن الاصل انك توفي احتياجاتك المحليه اللي هي متزايده، لانك دوله ناميه ودوله بتصنع ودوله بتعمل مصانع لسه ومساكن وبتتوسع عمرانيه. فانت كده مهما كان عندك، خلي بالك الاعتماد على حقل بعينه هو حقل مهم جدا وكبير، ودلوقتي تقريبا ربع انتاجنا جاي منه او اكتر، انا مش فاكر الرقم بالظبط، لكن لان الحقل فيه ابار كتير، ممكن تحفر فيه ابار كتير. لكن مش المفروض ان انت تبقى معتمد على ده لوحده، انت المفروض تبتدي، ودي الخطوه اللي بشكر فيها وزير البترول والتعدين الثروه المعدنيه، ان هو الحقيقه بيفكر ازاي ينوع في المصادر، ازاي يكثر من الاكتشافات البتروليه والغازيه. اكيد، لان مساله الطاقه دي مساله ملف مهم جدا للانتاج طبعا.